مليار دولار مطلوب من مصر سددهم خلال 4 سنين بس. وبنك عالمي يحذر من عدم القدرة على السداد، وعلشان نطلع من الأزمة ده الحل المطلوب تنفيذه في أسرع وقت. مصر الوقت ينفد. بالعنوان ده بنك ستاندرد تشارتر طلع تقرير جديد بيحذر فيه من تحديات صعبة قدام الاقتصاد المصري خلال 4 سنين، والتفاصيل صادمة. مصر مطالبة بسداد 100 مليار دولار بمعدل 25 مليار دولار كل سنة، ومنهم 13 مليار دولار لصندوق النقد و36.7 مليار دولار قروض متوسطة الأجل، منها سندات باليورو وقيمتها 13.6 مليار دولار على مدار 4 سنين. لكن المشكلة مش في حجم الدين وبس، المشكلة في القدرة على السداد. طيب ازاي؟ البنك حذر من قدرة مصر على سداد ديونها بسبب ضعف تدفقات الدولار سواء من دول الخليج أو المصادر التانية، وده اللي عمل قلق للمستثمرين والوكالات العالمية زي فيتش وستاندرد اند بورز وموديز، وعلشان كده خفضوا التصنيف الائتماني لمصر واللي بيعبر عن قدرة الدولة على سداد ديونها الخارجية. وفي الحالة دي مفيش غير سؤال واحد، ايه الحل؟ البنك شايف ان مصر هتلجأ للاقتراض من جديد او طرح عدد اكبر من الشركات للبيع، ومع الظروف دي طلب البنك من الحكومة الاسراع في طرح شركات الدولة للبيع، وده مش بس علشان نوفر السيولة اللازمة لسداد الديون الخارجية ووقف تراجع احتياطي النقد الاجنبي، لكن كمان علشان نبعت رسالة لصندوق النقد الدولي بالتزام بتنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، وخصوصا ان مصر في انتظار المراجعة الأولى من صندوق النقد الدولي لصرف الشريحة الثانية من قرض 3 مليار دولار. شايف إن مراجعة الصندوق هتكون مهمة جدا علشان تدي رسالة الطمأنينة للمستثمرين باستقرار الوضع في مصر. بس في سؤال، هل الدنيا سودة قوي كده؟ تقرير البنك قال إن مصر نجحت في تحقيق فائض أولى في الموازنة لمدة 3 سنين، وده المقصود إن حجم الإيرادات أكتر من المصروفات. بس خلي بالك ده قبل ما تحسب المبالغ المطلوبة لسداد الديون، والمشكلة هنا إن ارتفاع أسعار الدولار والفايدة مع انخفاض الجنيه اتسببت في ارتفاع تكلفة الديون. وعلى الناحية التانية سبق واتكلم رئيس الوزراء عن تقارير الوكالات اللي بتتكلم عن تعثر مصر في سداد الديون، وقال إن التقارير دي كلها غلط، ومصر ملزمة بسداد الديون اللي عليها وعمرها ما تخلفت عن السداد طول تاريخها. وفي الوقت نفسه أكد إن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لبيع 32 شركة وبنك مملوكين للحكومة، سواء من خلال الطرح في البورصة أو من خلال البيع لمستثمر استراتيجي. ده كمان كشف عن نية الحكومة لطرح عدد أكبر من الشركات التابعة للجيش في البورصة، وبعد ما كان المخطط طرح شركتين وطنية وصفي، بس دلوقتي في 10 شركات انضموا للقائمة. الخلاصة اللي أكدها رئيس الوزراء إن مصر مش هتتراجع عن برنامج الطروحات الحكومية، لكن النوع ده من الاستثمارات ليه قواعد وأصول، ما ينفعش الدولة تعلن عن طبيعة المفاوضات مع المستثمرين أول بأول. وفي الأيام الأخيرة أعلنت الحكومة عن بيع 9.5% من رأس مال شركة المصرية للاتصالات للمستثمرين، وهيطرح 0.5% من أسهم الشركة على العاملين فيها. ده غير أن البنك المركزي بدأ في إجراءات بيع المصرف المتحد، وحسب كلام رئيس الوزراء مصر هدفها جمع 2 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية، وده قبل نهاية يونيو الجاي. ودلوقتي بقى شاركني برأيك في تقرير بنك ستاندرد تشارتر.